سلام وبركات عليكم ومرحبا بكم مجددا في قناة السوسيال بالدارجة. بما أننا كنهضروا على لو موغوز الشهر الوردي، شهر التحسيس بالسرطان، فالفيديو ديال اليوم غادي يتناول الموضوع من الزاوية النفسية والاجتماعية. غادي نهضروا على الأثر ديال السرطان على المريض والعائلة ديالو، وكيفاش ممكن يساهم التدخل النفسي والاجتماعي باش يساعدهم خلال هذه الرحلة. قبل ما نبداو ما تنساوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. على بركة الله. ملي كيسمع الانسان خبر ديال الاصابه ديالو بمرض السرطان، كيحس بزاف ديال المشاعر وكيعاني من مجموعه من الاضطرابات. الاحتياجات النفسيه ديالو كتكون كثيره، منها انه يعبر على المشاعر ديالو بطلاقه، وهذه هي الاهميه ديال المرافقه والدعم النفسي. من بين ردود الفعل النفسيه الاكثر انتشارا الخوف. الناس كتولي عندها تفكير زائد على الحالة ديالها، كتخاف تفقد التحكم في حياتها أو لا تفقد الاستقلالية ديالها. كتخاف كذلك من الانتشار ديال السرطان في مواضع أخرى أو لا أنه يرجع لها. كتخاف كذلك من المستقبل المجهول، من الألم ومن الموت كذلك. الغضب هو كيكون واحد الإحساس ثانوي. الإحساس الأولي كيكون يا إما خوف يا إما حزن يا إما غيره من المشاعر الأولية. جد متفشي هذا الغضب لأنه الناس ما كيكونش عندهم الأجوبة الكافية، فكي يتعصبوا كيكون عندهم واحد الغضب. كيكونوا معصبين حيت اصلا جاهم المرض وما قدروش انهم يمنعوه باش انه يجيهم. كاين كذلك الغضب من الرعاية الصحية، لو سيستيم سانيتير كله، ومن لي بلوكاج اللي كيعانيو منه، سواء في لا بريز دو رونديفو، سواء في لي روتار ديال لا بريز دو رونديفو، او لا في لي كونسلطاسيون، او لا ايا كان هذاك يعني المشكل او لا العراقيل اللي دازو منها. كذلك التغطية الصحية، بعض المرات ما كتجيهمش لو روتور على لا بريزون شارج، او لا ما كيتوصلوش ب بلو رومبورسمون ديالهم اتون الى غير ذلك. لا كولبابيليتي او لا الاحساس بالذنب هو كذلك شائع. كيحس المريض انه ثقل على العائله ديالو سواء معنويا او لا ماديا. الاباء والامهات المصابين كيحسوا انهم قصروا من ناحيه وليداتهم حيت مرضوا. كيعاتبوا راسهم لانه ما كانش عندهم نظام حياه ربما صحي اكثر، بحال مثلا الاشخاص اللي كانوا كيدخنوا جاهم مثلا سرطان ديال الرئه، كيندموا وكيعاتبوا نفسهم، يعني كيحسوا بالذنب. فهذا الإحساس كذلك شائع جدا. السرطان ممكن يكون عامل لفاقم واحد الحالة ديال الاكتئاب اللي كانت موجودة، أو لا أنه يخلق هذه الحالة ديال الاكتئاب. عدم تقبل المرض والحزن الشديد اللي كيرافق التصور ديال الناس على المرض، على مرض السرطان، كيؤدي لتوتر شديد. وبعض المرات كتوصل الحالات ديال العله اللي كتبان بحال يعني الآثار ديالها كتبان على الجسم ديال الإنسان، سواء بتسارع نبضات القلب وعدم القدرة على التنفس السليم. هنا ممكن كذلك أن لو بيرسونيل سوانيون ينصح الناس بالجلسات ديال التامل، بلا ثيرابي دو جروب، انه يشوف ناس اخرين اللي تشافاو واللي دازوا من هذه المرحله، فهي كتخفف لهم من هاد العوامل هذه. كاينه واحد المساله اخرى اللي هي تغير الصوره الذاتيه او لا l'altération de l'image de soi. الثقه ديال الناس في راسهم كتنقص. كيشوف الانسان شعره كيطيح، الوزن ديالو كيتغير، الدور ديالو وسط العائله كيتبدل، ربما ما قادرش يخدم كذلك. فهاد الشيء كامل كيأثر على الثقه ديالو في راسو والتقدير ديالو لذاته. التعب، لا فاتيغ،
جد منتشر، خصوصا الناس اللي كيديروا الحصص ديال الكيماوي، فمن غير التأثير ديال الأدوية وديال لا شيميوثيرابي. كاين كذلك تغير ديال الشهية للأثر ديال العوامل النفسية، بحال مثلا القلق والتوتر، اللي كيخلي الإنسان فاقد هذيك الرغبة، سواء أنه يقوم بأي مجهود أو لأنه يأكل أو لأنه يحافظ على النظام ديال حياته. فكيكون واحد التعب مزمن، سواء جسدي أو لا نفسي. الدعم والمرافقة ممكن تسهل على المريض مجموعة من المشاكل اللي كيواجهها، منها المشاكل العلاقاتية والتواصلية، بحال مثلا المساعدة في شرح المرض للأطفال، إذا كان الشخص عنده أطفال، أو لا الوالدين إذا كانوا كبار في السن وما فاهمينش. مثلا كاينين بعض الأشخاص في عائلة المريض اللي كيحسب لهم بلي السرطان ممكن يعاديهم، فكيعزلوا المصاب. في هذه المرحلة إذا كان لو بروفيسيونيل حاضر مثلا في هذيك يعني اللحظة ديال أنهم كيعلنوا المرض للشخص، أو لا خلال إحدى الجلسات ديال العلاج، فممكن أنه يقول لهم شنو اللي كاين، يشرح لهم المرض انه غير معدي، ان الشخص محتاج بزاف الدعم ديالهم في هذا الوقت هذا، وهما راه مأمنين على الصحه ديالهم، ما يخافوا والو. فكيثقوا في كلامه، وما كنساهموش في التشتيت ديال العائله والتحطيم ديال النفسيه ديال الشخص المريض، او لان الناس يبقاو عندهم تصورات مغلوطه. ممكن كذلك أن المريض ما يعرفش يشرح الأسئلة ديالو، فممكن نساعدوه على الصياغة ديالها، ونقول له لمن يوجه هذاك السؤال، سواء الطبيب اش من اختصاص في الأطباء اللي ممكن أنه يجاوبوا على هذاك السؤال. ربما عنده أسئلة على التغذية الصحية، كنوجهوه لمن يسول هذوك الأسئلة. إلا كان شي حاجة عندها علاقة بلي سوان، كنقولوا ليه من يوجهها إلى غير ذلك. كتطرح كذلك بعض يعني المشاكل الزوجية أو العائلية، بحال كيفاش كيتلقاو الخبر ديال الإصابة ديال الشخص المريض بالسرطان، وكيفاش كيعيشوا هذه التجربة. كتحتاج احيانا العائله لتوجيه لكيفاش تقدم الدعم ديالها، حيث رغم انه احيانا ممكن النيه ديالهم تكون صالحه جدا وتكون مزيانه، الا ان الحوايج اللي كيقولوا لهذاك الشخص المريض، او لا الحوايج اللي كيديروا ماشي تماما في الصالح ديال المريض. بالنسبه للعلاقه الزوجيه، فممكن جدا انها تتاثر، خصوصا بهذه التجربه. احيانا احد الازواج كيخلي الشريك ديالو في هذه الازمه او في منتصف الرحله، حيث عنده أحكام مسبقة مغلوطة، أو لأن الزواج أصلا كان غير متماسك، كانوا فيه مشاكل، فكيخليو هذاك المسؤولية ديالهم لا للشريك ولا كذلك للأطفال، وكيخليوهم عرضة بزاف ديال الحوايج وبزاف ديال الهشاشة، وكينساو المساءلة القانونية. وما غاديش نهضر هنا على الجانب الأخلاقي أو الديني للإخلاف بالميثاق الغليظ، لأنه ماشي موضوعنا. كاين كذلك يعني التغيرات ديال الادوار داخل العائله. شنو كنقصدوا بهاد التغيرات ديال الادوار؟ هاد الازمه الصحيه كتلقى ربما لان الزوج مرض، المراه اللي كانت ربة بيت فاذا بها كتولي كتضطر للعمل، سواء اذا كان الشخص ما عندوش تامين على المرض، او لا لان المصاريف زادت على المداخيل بسبب العلاج والادويه وترونسبور اتسيتيرا. ف كتلقى كذلك ان ربما الوليدات الا كانوا في مرحله المراهقه، كتولي الطفله كتاخذ الدور ديال الام من الرعايه للاخوه الصغار ديالها الى غير ذلك. وممكن انهم كذلك الاطفال يخرجوا للعمل وغيرها من لي شونجمون اللي بعض المرات كتوصل حتى لا فامي ايطوندو، يعني العائله البعيده. بالنسبه للمشاكل الماليه كذلك، فهي من بين التغيرات الاجتماعيه العميقه. آه، فهنا كتحتاج يعني الجلسة من الاستماع لأشنو هما الموارد ديال الأشخاص، أشنو هما المصاريف ديالهم الاعتيادية، أشنو ممكن أنهم ينقصوه، أشنو ممكن أنهم يلقاو
يلقاوه مثلا في المجتمع المدني، شنو البرامج اللي ممكن انهم يستافدوا منهم اللي كتقدمهم الدولة. واش كاينين دي ميزون ديال لاكوي ديال هذوك الاشخاص، فما يحتاجوش انهم يعني يديروا لو ترونسبور اشاك فوا بالنسبه للحصص ديال العلاج. اشنو هما الادويه اللي متوفره، اشنو هما الادويه اللي ممكن انهم يتخذوا اون شارج باغ لا سيكوريتي سوسيال، الى غيرها من الاسئله اللي الناس محتاجين بزاف للتوجيه في هذه المرحله من العلاج، باش انهم يعرفوا اشنو اللي ما لهم وما عليهم. بطبيعة الحال العائلة كتأثر جدا بالخبر ديال الإصابة ديال الشخص اللي كيكون عرف بمرض السرطان ديالو. أم، وحده من اهم الفوائد ديال الدعم والمرافقه انه كيسمح لهم بالتعبير على المشاعر ديالهم، حيث غالبا كيكبتوها وكيخليوها في الداخل ديالهم، خصوصا قدام الشخص المريض وما كيبغيوش انهم يحبطوه. ولكن مع الأسف كنشوفوهم أحيانا كيبانوا متفائلين جدا ومتقبلين جدا في المرحلة الأولية، ألوغ كو في هذيك لا بروميير فاز ضروري الإنسان يستقبل هذاك الحزن، أنه يعيش هذاك الحزن، باش من بعد عاد كتجي مرحلة ديال التقبل وكتكون سهلة عليهم المرحلة ديال العلاج. من بين أكثر المشاعر اللي كيحسوا بها هي العجز ولا كولبابيليتي، ربما كان علينا نردوا ليه البال اكثر، ربما كان خاصنا ننصحوه اكثر، ربما كان خاصنا نكتشفوا هذا المرض بطريقه باكره، ما رديناش ليه البال الملامح ديال الوجه ديالو او لا الاعراض اللي كانت فيه ما عطيناهاش اهميه. كيحسوا كذلك بلا كولبابيليتي وما كيعرفوش شنو يقولوا، ما كيعرفوش شنو يديروا. هنا فين كتجي لامبورطونس ديال لو سوتيان بسيكوسوسيال دو لا بار دان بروفيسيونيل، باش انهم يحاولوا يتقبلوا هذاك المرض، وان هذوك المشاعر ils sont فاليد، ماشي مشكل انهم كيحسوا بها، وكيفاش انهم يديروا يعني يكاتفوا الجهود ديالهم باش كيكون واحد الاتحاد للتغلب على المرض. ممكن كذلك نعطيوهم استراتيجيات للتعامل مع العواطف ديالهم، ممكن كذلك نوعيوهم بالدور المهم اللي ممكن يقوموا به باش يعاونوا هذاك الشخص المريض على المرض ديالو. وكذلك من المهم جدا اننا يعني نصحهم ونشرحوا لهم باللي من ان هذاك الشخص المريض هو اللي كيبقى ليه القرار الاخير. شنو اللي كيوقع غالبا كي يسمعوا مثلا نصيحه من عند شي تجربه ديال شي شخص اخر على يعني ربما كتكون مصادر غير موثوقه وكتكون مغلوطه المعلومات اللي كيجيبوها لهذاك الشخص المريض، وكيقولوا ليه لا ما ديرش هذا العلاج، دير هذا العلاج، وكيوليو كيدخلوا في مشاكل حول شنو القرار ديالو، وكيزيدوا الاحساس ديال الشخص المريض بالعجز حتى في لا ديسيزيون ديال اشنو اللي ممكن ندير لصحتي. الوغ كو الا خلاو ليه هذيك بطبيعه الحال ممكن انهم يشرحوا ليه اشنو الوجهه ديال النظر ديالهم وعلاش كتبان لهم سديده، ولكن خاصهم يحترموا الرغبات ديالو، سواء كانت بالعلاج او لا بتوقيف العلاج او لا بالشكل ديال العلاج. ممكن انهم يقدموا النصيحه لا انهم يفرضوا عليه الراي ديالهم، لانه لي كونسيكونس ديال لا ديسيزيون هو اللي غادي يتحملها ماشي هما. أم، بالنسبه لي كوبل ولي فامي الا كانت عندهم المقدره على يعني يديروا لا ثيرابي دو كوبل او لا ثيرابي فاميليال، فممكن انها تساهم من تخفيف ديال التوترات الاسريه وتسهل التواصل ما بين المريض والاسره ديالو او لا شريك الحياه ديالو. Donc بالنسبه للانترفونسيون بسيكوسوسيال il va dépendre du besoin ديال لو باسيون، واش من مرحله واش من ستاد فين كاين فين كاين لو باسيون. دونك كاينين خمسة ديال لي ستاد: لو ديagnostic، لو تريتمون، لا سورفي، لا ريسيديف et la fin de vie. دونك حسب كل حالة اشنو النوع ديال الخدمات اللي ممكن اننا نقدمو كتكون مختلفة. بالنسبة لو بروميير ستاد اللي هو لو ديagnostic، في هذا الستاد هذا لو سوتيان بسيكوسوسيال ممكن انه يساعدو يديباسي هذاك لو شوك، l'anxiété، la peur، le sentiment de perte et de contrôle. ممكن كذلك أنه
نعطيو للسيد يعني نصائح حول التقبل ديال هذاك المرض، ديال اشنو هما المشاعر اللي ممكن انه يدوز منهم، كو هاد لي سونتيمون اي سون فاليد، انه كاينين بزاف ديال الناس اللي مثلا عندهم هذا المرض هذا اللي يقدروا انهم يتجاوزوه. اذا كانوا عندنا احصائيات ممكن اننا نعطيوها ليه، ممكن اننا كذلك نخبروه على لي بوسيبيليتي دو تريتمون اللي عنده، اشنو هما الامكانيات اللي كاينين، امكانيات متعدده للعلاج وطرق مختلفه، ودي دي ميديكامون اللي متوفرين، اشنو هما يعني جميع الاسئله اللي ممكن انه يتبادروا للذهن ديالو، ممكن اننا نعاونوه على الاقل على الحصول على الاجابات الكافيه والشافيه، باش انه كيسترد هذيك الثقه ديالو في راسو، انه مازال عنده تحكم في المصير ديالو. لا دوزيام بارتي هي لو تريتمون. توت لون ديال لو تريتمون كيكون هذاك الاحساس ديال الخوف وديال القلق، ممكن اننا نديرو يا اما عن طريق تنظيم دي ثيرابي دو جروب اللي كيكونوا فيها الاشخاص مصابين بالسرطان في مختلف المراحل، ممكن انهم يعاودوا على التجربه ديالهم، خصوصا اذا كانوا اشخاص اللي عندهم نفس يعني نوع ديال السرطان اللي تشافوا، ممكن انهم يحضروا معنا للجلسات باش انهم كيعاونوا هذوك الاشخاص الاخرين يحسوا بهذاك الامل انه ممكن كذلك يتغلبوا على هذا المرض هذا. كاينين كذلك بزاف ديال لي كونفرساسيون اللي كيدوروا حول الالم وعلى لي سيمبتوم اللي كيحسوا بهم، على اشنو هو لا ميور اوبسيون ديال لو تريتمون. كاين كذلك لي بوسيبيليتي ديال لي ثيرابي كومبليمونتير او لا la relaxation, la méditation, la détente، يعني بزاف ديال لي تكنيك بسيكولوجيك اللي ممكن انهم يعاونوهم باش انهم يديباسيو هادوك لي زيفي اللي كيعيشوا. كاينه لا سورفي، بحال مثلا الاشخاص اللي كيكونوا دوزوا الحصه ديالهم وكيمشيو لون ميزون يعني داكوي اللي كتكون قريبه، ربما كيكونوا هما بعاد ما كيقدروش يمشيو المنزل ديالهم، كيمشيو لهذيك لا ميزون دو في، او حتى الا كانوا ممكن انهم يمشيو يرجعوا عند العائله ديالهم، كيحسوا بواحد لابوندون، كيحسوا كانهم تم التخلي عنهم من طرف لو سيستيم دو سونتي، كيعيشوا واحد لابوندون، كيعيشوا واحد الحاله ديال انا بوحدي، كيفاش غادي نواجه هاد الليله بوحدي، وغدا عندي ربما الحصه ومازال غادي نبقى بهاد لي زيفي بوحدي، واش غادي نعيش، واش غادي تزاد الحاله ديال التفاقم الى غير ذلك. بزاف ديال الاسئله خاصنا نجاوبوهم على هاد الاسئله قبل ما يمشيو هذا البيت ديالهم ولا فين غادي يبقاو هذيك الليله. خاصنا نقول لهم شوف راه ممكن انك تعيش هذه الحاله، راه اشنو هما لي زيفي سيكوندير لي بوسيبل انك تعيشهم، راه ممكن الا تزاد عليك الحال انك سواء تعيط لون امبيلونس تجي تديك، او ممكن انك تجي لي زورجونس الا قدرتي ومعك العائله ديالك، راه غادي تلقى لو بيرسونيل هنا ومرحبا بك وهذا وهذا. كيحس باللي رغم انه مشى راه باقي هذيك الاستمراريه، دامات العلاجيه متوفره بالنسبه ليه. كاين كذلك لا ريسيديف، هنا كيعيشوا الناس واحد الحاله ديال آه، ربما احيانا كتكون كتر من لو دياغنوستيك الاولي، ديال واحد الحاله ديال لو ديزيسبوار تاع فقدان الامل، حيت حتى هذاك الامل اللي كان عندهم في المرحله ديال التشخيص انهم يتغلبوا على المرض، راه فرحوا انهم تغلبوا على المرض، ولكن دابا جات لا ريسيديف، كيوليو كيتسائلوا ما الهدف من هذا العلاج كامل، واش واحد النهار غادي نبرا فعلا او ما غاديش نبرا، واش سافو لو كو انني ندوز من هذا لو بروسيسوس كامل، او لا صافي غير نسلم امري لله، الى غير ذلك من الاسئله. وهنايا ديما لو سوتيان بسيكولوجيك ولا كومبانيومون ولا ريبونس او كيستيون مهمه، باش ان الانسان كيعاود يقدر انه يعني يواجه هذاك المرض مجددا. لا فان دو في بالنسبه لبزاف ديال الناس مع الاسف كيوصلوا للمرحله النهائيه اللي ما كيبقاش العلاج يعني كيدير المفعول ديالو، كيوليو غير لي سوان بالياتيف، كيكون عندهم ان سيرفيس دو سوان بالياتيف للتخفيف سواء من الاثار ديال الحريق اللي كيكون عندهم، وكيكونوا يعني اونتوري بالبيرسونيل دو سونتي
ولكن كيعيشوا واحد الحالة ديال الاكتئاب، واحد الحالة ديال التعاسة، ديال الحزن الشديد. كيوليو عندهم بزاف ديال التساؤلات، يعني سبيريتويال، يعني روحانيه. كيبقاو كيسولوا علاش انا، واش كنستحق هذا الشيء، واش هذا غضب من الله، كيفاش غادي تكون الاخره ديالي، واش انايا مستعد لهذيك المرحله او لا. كيخافوا من المجهول، كيخافوا من الوحده، ما كيبغيوش انهم ملي يودعوا انهم يكونوا بوحدهم، كيبغيو ان العائله تكون مرافقاهم. كيكون صعيب عليهم انهم يتواصلوا، كيكونوا معزولين بزاف. احيانا كيبداو كيجوهم الام رغم انهم تحت التاثير ديال الادويه المهدئه. كاين اللي كيسميهم لو مال دو لام، او لا دولور توتال، يعني كاين شي الام اللي ما كيبقاوش الادويه كيقضيو فيهم. الى غير ذلك يعني كيكونوا محتاجين بزاف للدعم، ومحتاجين بزاف لان الناس يكونوا معاهم، وان الناس يقولوا لهم باللي هذا راه ماشي عقاب من الله، هذا الشيء يعني امر ديال الله، ولكن ما يمكنش اننا نصنفوه كعقاب، لانه ببساطه يعني الله سبحانه وتعالى رحيم بالعباد ديالو، ما غاديش يدير لك هذه الحاله. الى غير ذلك ما كنحاولوش اننا نزيدوا عليهم، حيت كاينين الاشخاص اللي كياخذوا راحتهم في التأويل ديال المسائل الروحانية. حنا هنا ماشي من أجل تأويل المسائل الروحانية، حنا هنا من أجل الدعم النفسي ديال هذاك الشخص والدعم الاجتماعي ديال هذاك الشخص. خاصنا نحاولوا أننا ندوزو مع هذيك المرحلة بأقل الأضرار الممكنة على الصحة النفسية ديالو وعلى الحياة الاجتماعية ديالو. الأدوار ديال المساعد الاجتماعي كتيرة بزاف، سورتو في الأونكولوجي. كيكون واحد المرافقه من لونطري اي بارفوا حتى لا سورتي، من مورا لا سورتي كيكون لو سويفي ديال هذاك لو باسيون حسب الحاله. لا بروميير دي شوز كيدير ليفالواسيون دي بوزوان، كنشوفوا هذاك المصاب اشنو هما الاحتياجات النفسيه ديالو، اشنو هما الاحتياجات الاجتماعيه ديالو. واش كنديروا اون ايفالواسيون ديال لا سيتوياسيون كامله. كيفاش دايره الحاله العائليه ديالو، كيفاش دايره الحاله الماليه ديالو، اشنو هما الموارد اللي عنده، فين ساكن، واش ممكن انه يمشي ابري لي سيونس ديالو او لا بعيد، واش غيخصو ان ترونسبور. بزاف ديال الاسئله اللي كنشوفوها مع هذاك لو باسيون باش اننا كنسهلوا عليه ديك الرحله ديال العلاج. Bien évidemment le soutien émotionnel, l'orientation et l'éducation. كيتطرحوا بزاف ديال الاسئله حول المرض وحول لا سيتوياسيون كومبليت ديال لا مالادي. كنكونوا حاضرين من اجل التوعيه ديالهم، من اجل توجيه الى خصهم توجيه سواء داخل المؤسسه او لا خارج المؤسسه. تنسيق الرعاية بيان سور كيكون ان ميدسان تريتون، كيكونوا لي انفيرميي، كيكونوا بوتيتر دوطخ سوانيون باراميديكو. كاين كذلك يعني المصالح الخارجية. هذيك لا كورديناسيون ديال لي سوان كتكون كيكون لاسيستون سوسيال اون بارتي انتيغرونت فيها، كيكون كذلك الإدارة إلى غير ذلك. المساعدات المالية، بطبيعة الحال المساعد الاجتماعي اللي كيكون خدام في مع مصلحة ديال الأونكولوجي كيكون عارف اشنو هما لي زاسوسياسيون اللي كاينين في لا فيل اللي ممكن انهم يساعدوا الاشخاص على محاربة هاد السرطان هذا. كيكون عارف اشنو هما البرامج الحكومية، كيكون عارف اشنو هما لي بوليتيك اللي كيكونوا واخداها وزارة الصحة واللي كتطبقها هذيك المؤسسة اللي خدام فيها، سواء كانت يعني ان اوبيتال بوبليك او لا بريفي. كذلك اذا كانوا عنده يعني فكره على البرامج ديال التمويل اللي ممكن يوصل لها هذاك الشخص والعائله ديالو. التغطيه الصحيه كذلك، يعني كلشي هاد المعلومات هادو كتساعد هذاك الشخص المريض على يعني تدبير المساله الصحيه ديالو بالموازاة مع الموارد الماليه. كاين كذلك تخطيط للخروج، كنشوفوا هذا الشخص هذا فين غادي يخرج من مورا ما يسالي مثلا، سواء لوسبيتاليزاسيون ديالو الا كانت عنده اون شيروجي، او لا الا كان كيدوز لي سيونس ديال لا راديوثيرابي او لا شيميوثيرابي، فين غادي يبات هذيك الليله.
اش من مصلحه اللي كاينه، واش كاينه مصلحه ديال الدوله، واش كاينه اون اسوسياسيون، واش كاينه يعني دي ميزون هكا اللي ممكن يستقبلوه الى غير ذلك. الا كان مثلا اون بيرسون اس دي اف ما عندوش ان دوميسيل فيكس، شنو هما لي اسوسياسيون ديال لاكوي اللي كاينين؟ الا كاين شي مشكل عائلي اللي بسببه هذاك الشخص ما بقاش عنده عائله، ما بقاش عنده ان فويي، ممكن اننا نحاولوا نديروا لا ريكونسيلياسيون فاميليال، كنتواصلوا مع العائله اشنو المشكل. ربما كيكون عندهم غير الخوف من هذاك المرض، هادشي علاش ما خلاوش انه يرجع. كنديروا لهم ليدوكاسيون، كنقولوا لهم هذا المرض غير معدي، ما عندكم مناش تخافوا، ممكن انه السيد يبقى مع العائله ديالو الى غير ذلك. اذا الفيديو ديالي وصل للنهايه ديالو، كنتمنى انه يكون مفيد بالنسبه لكم. اذا عندكم اي اسئله او لا تعليقات او لا ملاحظات، ما تبخلوش عليا في الخانه اسفل الفيديو. وكنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم. نهاركم مبروك.